مشاكل اضطرابات الدورة ومنع الحمل. للأسف تجيني هل بأسئلة على الموضوع هذا. ومشكلة أغلب الناس بدت لما تعاني في بعض المشاكل هي ما عادش تمشي للدكتور أو الأخصائي وتستسهل الموضوع تمشي للصيدلية، وهذا خطأ كبير. طبعا وجهتك الأولى والرئيسية تكون وين؟ للمستشفى أو للأخصائي، لأنه هو الوحيد اللي يقدر يفيدك في حالتك. وفي موضوعنا هذا الأخصائي اللي هو الدكتور أو دكتورة النساء والولادة، اللي يقدر يفيدكم في الموضوع هذا. بس أنا هنتكلم عليه توا مانع الحمل أو منظم الدورة، التركيبات الهرمونية ليهم، وكيف تقدر تختار نوع مانع الحمل اللي مناسب ليكي. علاش؟ لأنه كيف ما قلنا أن أغلب موانع الحمل كل واحد دي أعراض جانبية، فأنت لما تتعرضي لعرض جانبي تعرفي شنو سببه وكيف تبدلي تختاري مانع حمل تاني. طبعا الدكتورة بتاعك أكيد أدرى بالمواضيع هذه، تقدري تراجعيها وتستشيريها، وإن شاء الله تستفيدوا من الفيديو هذا. تعالوا معي. كيف تختاري النوع المناسب ليك من حبوب منع الحمل، وفروق حبوب منع الحمل شنو هي؟ كيف ما تكلمت في بداية الفيديو، الشيء هذا ما يغنيكش عليه زيارة الطبيب لأي مشكلة كانت، بس فائدة الفيديو هذا نبغى نعرفه شنو نوع منع الحمل المناسب ليك للأعراض الجانبية اللي سببها موانع الحمل. قلنا أنواع موانع الحمل، قلنا أحادية الهرمون، ثنائية الهرمون. قلنا أحادية الهرمون هو دواء سيرازيت، مايكرولود، أورجوماتريل. إما عندي ثنائية الهرمون الياسمين، جينيرا، مارفولون، مايكروغوينون، غراسيل، سيليست، لوغوينون، دايان. هادو موانع الحمل. نجو للمشاكل اللي يسببها الأعراض الجانبية لموانع الحمل. عندي أول مشكلة واللي يعانوا منها أغلب النساء اللي هي الحبوب تطلع في الوجه بعد ما تاخذ في منع الحمل. هي أغلب الاضطرابات الهرمونية تسبب الشيء هذا. لذلك نحتاج نوع منع حمل يكون يحتوي على استروجين مرتفع واندروجين منخفض، تمام، وبروجسترون مش مهم. ففي الغالب هيكون اللي هو أفضل خيار لموانع الحمل هيكون الياسمين، لأنه أفضلهم في التركيبة، هو سيليست، تمام. هنتطرق بعدين على ان في بعضهم هيكون الياسمين مرتفع البروجسترون الاستروجين، ومرات يكون منخفض الاستروجين، طبعا هذا على حسب المقارنه بالانواع الاخرى، تمام. في الحاله هذه لما يكون في العرض اللي ديما عندك لما تاخذي من منع الحمل حبوب، خذي الواحد من الادويه هذه اللي هو الديانا او الياسمين او سيليست. نجول اللي بعده. عندي مشكله النزيف. في بعض النساء لما تاخذ في مانع حمل يصير في عندها نزيف، فلذلك نحتاج مانع حمل يكون نسبة مرتفعة من الاستروجين ونسبة مرتفعة من البروجسترون بالإضافة لنسبة منخفضة من الأندروجين. طبعا هذا نطبق لي عليه هادم بالضبط اللي هم الياسمين، المارفيلون والجراسيال، تمام. عندي منع الحيض أو التقليل منه. شنو كاتب لك أنا هنا؟ إن كنت ترغبين في ألا يحدث حيض أو أن يكون الحيض قليل، لأن في مرات يبدأ شنو عندهم يكون غزارة في الحيض بشكل كبير جدا، فيبي يقللوا منه. يمكنك تناول حبوب من الحمل، طبعا ايش النبو مرتفع من الاستروجين منخفضة من البروجسترون، وهذا لحبوب الياسمين والسيليست. هنكونوا في اغلب المشاكل الثانيه عندي زوز الادويه هذول، لان هم زوز الادويه كيف ما قلنا منخفضات من البروجسترون، مرتفعات منخفضات من الاندروجين، تمام. فطبعا النيرفس العصبيه الزايده لما تعاني منها المرأة بعد تناول الحبوب هذه، فالأفضل أن هي تأخذ الياسمين أو السيليست. كذلك مشاكل الصداع، كذلك الألم اللي هو يكون موجود في الثدي، وعندي حتى مشاكل زيادة الوزن اللي هم النساء اللي تتأثر من أقل تغير أو اضطراب للهرمونات يزيد وزنها هلبة، فدي بنعطيهم في الياسمين أو السيليست أفضل. تقلصات الرحم اللي هي تعاني منها أغلب في نساء هلبة لما ياخذوا في منع حمل هلبة يصير لهم ألم في الرحم، طبعا هذه تقلصات، فيفضل هي تاخذ حبوب مرتفعة من نسبة البروجسترون. وهذه تنطبق لي طبعا مش الياسمين او السيليست، هذا استثنوهم لان البروجسترون فيه منخفض او ما هناش اصلا، اللي هو الياسمين في تركيبه ثانيه غير البروجسترون. عندي زي حبوب الجينيرا ومارفيلون وجرسيال، وعندي حبوب الميكرولون، تمام. اما في اللي يعانوا من هلبة من الالتهابات المستمرة في بطانة الرحم باهي، طبعا هذا كلها على خاطر ان احنا دخلنا هرمونات لجسمنا. الجسم المرأة لما يخش لها هرمونات من برا رغم في مشاكل هلبة، لذلك يعني موانع حمراء ما نفضلوش نعطوها نهائيا، او نعطوها بحذر، او نعطوها كل وين وين، اما هي باستمرار مشكلة.
تمام. المهم لما تكون في عندها التهابات في بطانة الرحم لازم ناخذ حبوب تكون منخفضة من الاستروجين ومرتفعة في البروجسترون والاندروجين، وهذا الموضوع عندي في الجينيرا والميكروبينول وحبوب الليجونول. تمام. وعندي اخر حاجه اللي هي حبوب اللي هي المراه اللي ترضع، قلنا عليها في الفيديو اللي فات، وحتى في بدايه الفيديو قلت لها ان هم يكونوا حديث الهرمون، يعني في هرمون واحد اللي هو بروجسترون بس، اللي هو زي عندي الاورجوماتريل او السيرازيل او الميكرولون. تمام. وان شاء الله طيبين ديما وموفقين ان شاء الله، وربي يحفظكم.